مين قال لو عايزة تعملي حواوشي لازم يكون باللحمة أو الفراخ؟ ولا تكلفي نفسك خالص. يعني ب8 جنيه هتعملي 7 أرغفة حواوشي، وبإذن الله هتنبهري بالنتيجة. يعني حواوشي ينفع للناس النباتيين، وينفع يكون صيام الإخوة المسيحيين، وينفع يكون وجبة اقتصادية وموفرة، وتكون وجبة متكاملة بكل العناصر الغذائية. بس أهم حاجة متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اللي احنا بنقدمه. ويا ريت كده تاخدي جولة في القناة بإذن الله هتعجبك. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا كنت جايبة ربع كيلو فول صويا، كنت جايباه ب15 جنيه. خدت بس منه كوباية بس، زي ما انتوا شايفين كده كوباية كبيرة. وحطيتها في بولة ونزلت عليها، يعني هغطيها بالظبط مية دافية، مش مية سخنة ولا مية تكون عادية. مية دافية بس عشان تسرع من ان هي يعني ينفش معايا شوية. بس هقلبه كده بالمية. وموجود عند اي عطار او اي سوبر ماركت، يعني متوفر جدا فول الصويا. ضفت شوية مية تاني عشان خاطر انا عايزة اغطيه. بس كده هركنه لغاية لما نقطع شوية خضار. كنت غاسلة طماطميتين وبصلاية وشوية فلفل حار وواحدة فلفلاية باردة. فلفل حار ده اختيار، يعني لو أطفال بلاش نستخدم فلفل حار. ونقطع كده شوية خضار كده تعطيله صغير. كنت عايزة تسامحوني على صوتي عشان عندي برد، فمعلش النهاردة صوتي تعبان شوية. وعلى فكرة يا جماعة ان الفول الصويا القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا. يعني تقريبا بيعادل اللي الموجودة في اللحمة، البروتين الموجود في اللحمة. ممكن نعمل بيه حاجات كتير، يعني ممكن نعمل بيه برجر، ممكن نعمل بيه لانشون، وهنعمل وصفات كلها فطاير. الوصفات دي بإذن الله هنعملها كلها مع بعضينا. انتوا عارفين شعارنا ان احنا يعني قناة اقتصادية 100%. نعمل كل الأكلات اللي موجودة بره في المطاعم بتكلفة غالية، بس هنبدلها ببدائل اقتصادية وطعمها حلو. وأولادك مش يعني هيعرفوا خالص، يعني أو أي حد ياكل من الأكل انت بتعمليه إن هي خالص فول صويا. وهديكم هتجربوا وتقولوا لي في التعليقات بإذن الله. بس بمجرد بس إن أنا يعني كنت بقطع الخضار، كان خلاص نفش معايا خالص. بس أهم حاجة نتبع الخطوات بالظبط اللي احنا بنعملها في الفيديو، ونسمع الفيديو للآخر عشان نستفاد. بس كده بقى نفش معايا، قلت راح أصفيه بقى في مصفى عشان لو فيه مية زايدة. جهزت كده طاسة على النار وحطيت فيها حبة زيت. وهنزل بالبصل الأول اللي عشان يتشوح معايا. ولو عندك حتة ليا أو مثلا حتة دهنة كده ممكن تستخدميها بدل الزيت، هيدي طعم طبعا وريحة أحلى. ونزلت كده الفول الصويا على طول في البصلة. بس بقى وأنزل بقى بقية الخضار اللي أنا كنت مقطعاه معاكم.
بس بقى حطيت مكعب مرق وفلفل اسود وسبع بهارات وشوية ملح. ودي كان توابل حواوشي جايباها من عند العطار، وفي منها برضو بتكون مغلفة وجاهزة في السوبر ماركت. بس طبعا بتفرق خالص في طعم الحواوشي. يعني انا في التوابل يعني بحب ايه كل حاجة بستخدم التوابل بتاعتها. يعني بصي هتعمل ريحة الشوي وريحة الحواوشي اللي بنجيبه من بره. وهضيف بس معلقة صلصة صغيرة. كأني بعصج لحمة بالظبط، يعني انا شايفاها كده. طعما وريحة ما تفرقش خالص عن اللحمة المفرومة اللي احنا بنستخدمها. زي ما انتوا شايفين كده. يعني لو حد شاف المعلقة دي مش هيقولك خالص ان دي فول صويا خالص نهائي. دي يكون عيش موجود عندي في التلاجة. دخلته الميكرويف، عيش شامي كده او عيش بلدي مفيش مشكلة، كان عندي في التلاجة وحطيته في الميكرويف كده. يعني سخن شوية معايا وفتحته من الجنب. يعني مش لازم عيش طازة خالص. لو عيش معاكي موجود في التلاجة او الفريزر، سخنيه واشتغلي بيه. ودي شوية جبنة مبشورة كانت عندي في التلاجة برضو، او جبنة رومي او اي نوع جبنة انت بتفضليه، او جبنة شيدر مثلا. ولو مش عايزة خالص بلاش. وفتحت العيش كده من الجنب واحط كده هبدأ احشي بقى الفول الصويا او اللي احنا معصجينه جوه في العيش. وافرده كويس كده في الرغيف. واحط عليه شوية جبنة. الجبنة دي اختيارية. واحشي كل الكمية، يعني تقريبا أنا كان عندي 7 أرغفة. احشي كل الكمية زي ما انتوا شفتوا كده في الأول. وبالنسبة للتسوية في طريقتين، ان انتي او 3 طرق. ممكن تسويها في طاسة عادية زي ما انا هعمل كده بطريقة سريعة، وممكن تسويها على جريلا. وممكن كمان تدهنيها وشها يمين وشمال كده. وبعد كده تدخليها في صاجة في الفرن. هتحمر معاكي وكل حاجة، بس انا قلت اسهل حاجة الطاسة الموجودة في كل بيت. يعني في ناس مثلا ما عندهاش جريلا ولا الفرن، مش عايزة تستخدم الفرن وكده عشان خاطر ما ياخدش وقت معاها. فالطاسة سهلة جدا. حطيت كده شوية زيت وسخنت الطاسة. ويعني دقيقة يعني على الناحية اليمين ودقيقة التانية على الناحية الشمال. بس كده، وأول ما اتحمص معايا زي ما انتوا شايفين طلعته على طول. كنت حاطة شوية بقدونس كده عشان خاطر البقدونس بيمتص الزيت. وهعمل كل الكمية بنفس الطريقة. كنت حاطة فحماية كده على البوتاجاز. وحطيت عليها شوية زيت عشان تعمل ريحة الشوي كده. وغطيتها بفويل. زي ما انتوا شايفين يا جماعة شكله حلو ازاي. وحطيت كده شوية طماطم عملتها شكل وردة. بجد كان شكله وطعمه يعني فوق الروعة بصراحة. يعني أتمنى تجربوه وتقولي لي رأيكم في التعليقات. إن من حاجة يعني من كوباية فول صويا يعني. أنا جايبة الربع كامل ب15 جنيه، جاي خدت منه كوباية واحدة. في حدود كده 7 جنيه ونص أو 8 جنيه. ممكن تعملي بيها 10 ترغيفة كمان، مش 7 زي ما أنا عاملة.
وهتبسطي أولادِك وكل اللي هيدوقوا يقول مش معقولة دي لحمة دي أكيد لحمة، أكيد لحمة يعني مش معقولة فول صويا، وكان مقرمش وريحته حلوة وجميل خالص. وفي الوقت ده حبيت أوريكم إن الجبنة سايحة فيه إزاي وحلو إزاي. وقطعت لكم كده واحد عشان تشوفوا من جوه والسوا من جوه إزاي. أتمنى تجربوا الوصفة وهنزل لكم المقادير في آخر الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.